وانا ماشي من شويه احد المصريين الاعزاء، هو شغال في محل اللي هو بتاع البوريك وشوربه وحاجات بالشكل ده، ففي واحد تركي في العربيه واقف، فهو المصري بيقول له يعني عايز يبين له ان في شوربه عنده يعني، فبيقول له شوربه شوربه دي تعدي ما فيهاش اي مشكله. النقطه بقى اللي عندي هنا اللي هو قال له اللحم ما في لحم ما في لحم، هو الفكره ان الراجل تركي فهي مش فارقه، لو انت قلت له ما فيش لحم يعني مفيش لحمه خلاص، هي كلمه مفيش عاديه اللي هي المصريه. ليه الاحساس دايما ان احنا لو اتكلمنا مثلا باللهجه السوري اللي هي لهجه الدبلجه بتاعت المسلسلات او غيره، ان احنا كده بنتكلم اللغه الاجنبيه اللي ممكن توصل للراجل الاجنبي، ما هو سواء انت قلت له ما في لحمه او قلت له ما فيش لحمه هي مش هتوصل له برضه. فلاحظتها في كذا حد كده اللي هو لما يحب مثلا يوصل معلومه تلاقيه بيتكلم بلهجه ثانيه غير اللهجه المصري، وهي اوريدي كده كده سواء دي او دي مش واصله له اصلا. فمش عارف، عملت الفيديو عشان لاحظتها كتير والله، سواء كان ما فيش او ما في اصلا هي مش قريبه من التركي في حاجه، يعني هم هنا بيقولوا يوك مثلا فخلاص هي اصلا حاجه ثانيه خالص. فبالتالي بما انك مصري ما تلجاش لاي لهجه ثانيه، طالما انت عارف ان المعلومه ممكن ما توصلش خلينا بلهجتنا المصري بالنسبة.